لو بتدور على وحدة تخزين عشان الستيم ديك او اللابتوب الجديد بتاعك، وطبعا ضغط ولفيت السوق كله ما لقيتش حاجة 2230 لانها نادرة شويتين، الفيديو ده عشانك يا صديقي. جايب لك حتة سابرنت روكت، انما ايه، هيا بنا في رحلة شبابية جديدة. الام دي 2 اللي معانا موديل سابرنت روكت كيو 4، بيجي بفورم فاكتور 2230، وده الحجم المخصص لللابتوب واجهزه الالعاب الصغيره. زي عاده سابرنت، علبه الام دي 2 كرتون، جواها علبه من المعدن ومتبطنه من جوه بالفوم. تغليف مميز قوي بصراحه. الام دي 2 من نوع الجين 4، شغال على منفذ بي سي اي اكسبريس 4 اكس 4، وبيدعم تقنيه ان في ام اي 1.4. معانا شريحة 3D ناند من نوع كيو ال سي 176 لاير، تصنيع شركة مايكرون. الكنترولر معانا من شركة فايزون موديل اي 21، وفايزون تعتبر من افضل المتحكمات المستخدمة بمختلف الاصدارات بتاعتها في اكبر الماركات العالمية. مفيش معانا دي رام كاش، الام دي 2 بيجي سنجل سايد درايف عشان يديك دعم كامل على اجهزة الجيمنج زي الستيم ديك. معانا خاصية ECC اللي هي تصليح الأخطاء التلقائي، وكمان خاصية سمارت، بالإضافة ل SLC كاش وال HMB. كل التقنيات دي بتدعم استقرار وسرعة الأداء. حسب مواصفات الشركة فالسرعة بتوصل ل 3200 ميجا في الكتابة و 5000 ميجا في القراية. سابرنت بتوفر لنا سوفت وير سابرنت روكت كنترول بانل، من خلاله بنعمل اختبار لسرعة الام دي 2، وهتلاقي جواه تفاصيل زي الحرارة والهيلث وغيرها. هتلاقي كمان دعم للتحديثات وابديت الفيرم وير. واجهة الابليكيشن سهلة للتعامل وبسيطة جدا. الضمان من سابرنت لمدة 5 سنين، ده وقت كبير بيعبر عن جودة محترمة، بس ما تنساش تسجل على الموقع عشان تاخد المدة كاملة، ولو ما سجلتش ما تقلقش برضه، يعني هتاخد ضمان 2 سنين. سعر الام دي 2 نسخة ال 2 تيرا 220 دولار، يعني حوالي 7000 جنيه، ومتوقع تغير في الأسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. التجربة كانت في درجة حرارة الغرفة العادية بدون أي تكييف، وجهاز التجربة بتاعنا بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. أثناء تجربتنا للام دي 2 تحت ضغط وفي أكتر من اختبار، وصلنا فعليا لمعدل السرعات المعلن عنها على الموقع الرسمي، وعملنا اختبارات على أكتر من برنامج والمعدلات كانت كويسة جدا. الام دي 2 وصل لدرجات حرارة 75 درجة تحت ضغط، واحيانا كان بيطلع ل 80، وفي الوضع العادي كان من 50 ل 60 درجة. الكلام ده طبعا مش احسن حاجة، بس حسب مواصفات الشركة هو بيشتغل لغاية 85 درجة بدون اي مشاكل، واعتقد لو الجو ما كانش حر او في تكييف شغال كنا وصلنا ل 70 درجة بالكتير تحت ضغط. روكت كيو 4 من احدث وحدات التخزين جين 4، اللي هتقدم لك اكبر عدد من الخصائص والمميزات. كمان توجهها الاساسي ودعم اجهزة الالعاب زي الستيم ديك، وكمان تقدر تشغلها على اللابتوبات الحديثة. لو بتدور على وحدة تخزين لجهاز الالعاب بتاعك او حتى اللابتوب بمساحات كبيرة واداء مستقر ومميز، يبقى روكت كيو 4 من سابرنت لازم يبقى في اولوياتك.